تعالي بقى نشوف وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة واقتصادية، لكن النتيجة جامدة جدًا كالعادة. هنعمل النهاردة أحلى وأجدد خلطة أو حشوة لأحلى فطير من غير لا عجن ولا وجع قلب. كمّلي معايا الفيديو للآخر مش هتندمي أبدًا. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا نُص كيلو من الجبنة القريش أو 5 قطع متوسطين الحجم لو ما عندكيش ميزانة، عليهم 3 بيضات كبار، رشة من الملح على حسب حاجتك، ورشة من الفلفل علشان زفارة البيض، معلقتين من القشطة أو معلقتين من وش اللبن على حسب المتاح عندك. هنبدأ نقلب زي ما انتم شايفين كده كويس جدا 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 لحد ما تبقى ناعمة، مش محتاجة أبدا مضرب بسباتولا أو أي معلقة، هتبقى ناعمة بالشكل ده. هنركنها على جنب. وكمية الحشوة دي يا جماعة مش محتاجين غير لفتين من الجلاش. هنستخدم ورقتين ورقتين. أول ورقة هنجيبها نفردها وندهن دهنة من السمنة. هتسيحي نص كوباية من السمنة أو الزبدة أو السمنة على الزيت، لكن ما ينفعش زيت خالص لوحده. وبعد كده نحط الورقة التانية وندهنها برضو من على الوش سمنة. وبعد كده بتمسكي كل جنب من جوانب جلاش بتقطعيه تقطعتين زي ما انتم شايفين كده، بحيث ان كل جنب يبقى مكون من 3 مربعات. وبعد كده بتجيبي بقى حشوتك وتحطيها، وزودي شوية في الحشوة لأنك مش هتندمي، لأنها طعمها حكاية فعلا. هتبدأي بقى تقفلي الحشوة بتاعتك وتلمي الجوانب عليها علشان نورق الفطيرة بتاعتنا. وبصي المربع ده كان مفصول ازاي، حاولي بقدر الامكان وانت بتقطعي بالسكينه تاخدي بالك علشان ما يبقاش مفصول بالشكل ده. محتاجين كل المربعات تبقى موصوله ببعضها. قفلناها وهندهنها دهنه من السمنه من على الوش ونرصها في الصينيه بتاعتنا. مش محتاجين ندهن الصينيه اي حاجه خالص. وطبعا في التوقيت ده نكون مولعين الفرن بتاعنا يسخن قبليها بشويه، وعلى الشبكه هتدخلي الصينيه بتاعتك تاخد لون تحفه من تحت وتقب. اول ما تاخد اللون وتقب ولعي شوايتك تاخد اللون من فوق، وبالهنا والشفا. هنا بوريكم مرة تانية علشان اللي ما خدش باله. هنا تاخدي بالك بقى وانتي بتقطعي بالسكينة القطع، اهم حاجة تبقى موصولة ببعضها، وخصوصا اللفة الأخيرة اللي بنقفل بيها الفطيرة. اهو احنا بنقفل الجوانب تمام. بصوا هنا موصولة كلها ببعضها. دي بقى اللفة الأخيرة. اللفة الأخيرة دي ضروري تبقى القطع مقفولة وموصولة ببعضها علشان الجلاش ما ينشفش من فوق ويفصل عن القطعة. ما شاء الله بصوا لونه تحفة، وسواه من فوق ومن تحت نفس الدرجة. وبالهنا والشفا لأحلى فطير في أسرع وقت، ينفع فطار ينفع عشاء ينفع جنب أي وجبة. لو شفتي معايا الفيديو وعجبك واستفدتي بأي معلومة ولو بسيطة، لايك وكومنتات عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد وكلنا نستفيد. أشوفكم في وصفة جديدة، أتمنى أبقى عند حسن ظنكم. باي باي.